هذه الطريقة الوحيدة لمعرفة المكالمات التي وردتني من شخص قمت بحظره أثناء فترة الحظر في الأندرويد. أكرر، هذه الطريقة صالحة فقط في الأندرويد. عن طريق هذه الطريقة راح أقدر أعرف عدد المكالمات وتاريخ المكالمات أثناء فترة الحظر بعد أن قمت بحظر شخص ما أو رقم ما في الأندرويد حصرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا وياكم في شرح جديد. شرحنا لهذا اليوم راح يكون حصرا في هواتف الأندرويد. راح أشرح عن كيفية معرفة هل الشخص أثناء فترة الحظر بعد ما قمت حظر هل اتصل علي، كم عدد المكالمات، وأيضا التاريخ اللي اتصل علي أثناء فترة الحظر. كل هذا وأكثر راح نتكلم عنه بهذا الفيديو. لكن قبل ما أبدأ بالشرح أتمنى منك الاشتراك بالقناة أولا، تفعيل زر الجرس ثانيا حتى يصلك كل ما هو جديد، وكذلك الضغط على علامة اللايك الفيديو كدعم منك إلي. لو توجهنا إلى الهاتف، تطبيق الهاتف أو اللي من خلال أجر الاتصالات، تظهر لي الأرقام. طبعا لو بحثت بكل الإعدادات والاختيارات ما راح تجد خيار مباشر يظهر لك هذا الشيء اللي هو كم عدد المكالمات وتاريخ المكالمات أثناء فترة الحظر بعد ما حضرت شخص ما في الأندرويد. طبعا الطريقة الوحيدة وعن تجربة سويتها تقوم بحظر هذا الشخص، تقدر تجربها إذا عندك هاتفين وتتصل من رقمك على رقمك اللي قمت بحظره، لكن بعدها ترجع تزيل الشخص من قائمة الحظر أو ترفع عنه الحظر. راح يظهر لك عدد المكالمات أو ممكن ما يظهر لك عدد المكالمات، لكن أنا شفته راح يظهر لك تاريخ المكالمات بهذا الشكل مثل ما جاي تلاحظون وياي. اتصلت من الرقم الثاني على الرقم الأول بعد ما قمت بحظر، وظهر لي أنه تم بعد ما رفعت الحظر ظهر لي أنه تم الاتصال عليك منذ دقيقة أو للتو أو قبل دقيقتين. هذه الطريقة ممكن من خلالها تعرف المكالمات التي قام الشخص المحظور من هذه الطريقة بإمكانك معرفة عدد المكالمات أثناء فترة الحظر. بهذه الطريقة بإمكانك معرفة المكالمات أثناء فترة الحظر. هذا اللي حبيت أقوله بخصوص هذا الموضوع. لهنا وصلنا إلى نهاية الشرح. أتمنى كان الشرح مفيد. لا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الموجودين. شكرا لكم على حسن المشاهدة وعلى حسن المتابعة. ممكن ما يظهر لك عدد المكالمات، لكن أنا شفته راح يظهر لك تاريخ المكالمات بهذا الشكل مثل ما جاي تلاحظون وياي. اتصلت من الرقم الثاني على الرقم الأول بعد ما قمت بحظر، وظهر لي أنه تم بعد ما رفعت الحظر ظهر لي أنه تم الاتصال عليك منذ دقيقة أو للتو أو قبل دقيقتين. هذه الطريقة ممكن من خلالها تعرف المكالمات التي قام الشخص من هذه الطريقة بإمكانك معرفة عدد المكالمات أثناء فترة الحظر. بهذه الطريقة بإمكانك معرفة المكالمات أثناء فترة الحظر. هذا اللي حبيت أقوله بخصوص هذا الموضوع. لهنا وصلنا إلى نهاية الشرح. أتمنى كان الشرح مفيد. لا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الموجودين. شكرا لكم على حسن المشاهدة وعلى حسن المتابعة.